ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وصحة وسعادة. معاكم يوسف النجار وحلقة رياضية جديدة. معانا النهاردة تصريحين لكابتن عبد الواحد السيد اللي كان مدير كورة في نادي الزمالك. تصريحين طبعا يعني انا شايفهم، كان طبعا في برنامج اللعيب، فانا شايف التصريحات طبعا كلنا يعني متوقعين تصريحات معظم الزملكاويه عامله ازاي. بلاش نقول كله، معظم الزملكاويه اللي على الساحه سواء اعلاميين او لعيبه كره سابقين او ايا يكن يعني تصريحاتهم عامله ازاي. خلينا ناخد اول تصريح في برنامج اللعيب مع مهيب عبد الهادي. عبد الواحد السيد بيقول ايه؟ عبد الواحد السيد على يعني على كلامه هو، قال لك انا لما دخلت النادي كان في ديون على النادي مليار و800 مليون، اتسدد منهم وانا في النادي مليار و400 مليون. ده على كلامه. طيب دلوقتي وايه وتسددوا كمان خلال سنتين اللي هم فتره تواجده هو. وقال كمان انه ما يعرفش الرقم ده غير الغرامات بتاعه الفيفا ولا لا. يعني الرقم اللي اتدفع للزمالك ده غير كمان زائد كمان غرامات الفيفا اتدفعت ولا لا. ده غير باقي الفلوس اللي اتصرفت على الصفقات والاجهزه الفنيه والرواتب. تمام. وفي الاخر بقى الزملكاويه بيرجعوا يعيطوا ويقول لك اصل الزمالك ما فيهوش فلوس ومحتاجين مسانده والحقونا. وبتجيب فلوسك منين يا اهلي؟ كلمه طول عمري بقولها في الموضوع بتاع من اين لك هذا يا اهلي والفلوس دي منين يا اهلي. كل اول ما تسمع يا جماعه المشهد الرياضي كله مقلوب على النادي الاهلي وفلوسك منين يا اهلي وهنبعت مراقبه عليك يا اهلي واعرض مديونيتك يا اهلي، احفظها قاعده كده. بس في ناس كتيره مش فاهمه الموضوع ده. احفظها قاعده كده يا جماعه، ان الزملكاويه بيعملوا حاجه مستخبيه مش عايزين يظهروها. فايه بيكبروا حوالين الاهلي ان فلوسك منين وازاي بتجيب وازاي بتعمل واهدار مال عام و علشان خاطر يحصل اللي عبد الواحد السيد قاله ده، اللي هو ايه؟ فلوس كتير هتدخل نادي الزمالك، فعشان ما حدش ياخد باله يبقى خلي الكل يثير الجدل حوالين النادي الاهلي دلوقتي. بمعنى اصح بيترمخوا الحوار حوالين النادي الاهلي علشان خاطر هم من تحت لتحت يدخلوا فلوس نادي الزمالك ومحدش واخد باله. طبعا لان كده كده 90% من الاعلاميين اللي في مصر احنا قلنا زملكاويه يعني، فمحدش هيتكلم. اهو تصريح اتقال اهو مع مهيب عبد الهادي امبارح. حد يطلع يتكلم؟ حد يطلع يقول من اين لك هذا يا زمالك اللي بتشتكي في الفيفا وعليك ديون لطوب الارض وعليك فلوس للاعيبه كوره في كل حته ومديرين وكوره وعليك فلوس لمدربين في كل حته والناس بتهرب منك عشان الفلوس؟ حد يطلع يتكلم ساعتها؟ ما حدش هيطلع يتكلم. عليك فلوس للناس دي كلها ليه وانت في فلوس اهو مليارات بتدفع منين ومن اين لك هذا؟ لا ما حدش هيتكلم طبعا، لان ده الزمالك ما حدش يتكلم عليه. احنا بس نتكلم عن النادي الاهلي اللي ليه مليون مصدر لفلوسه نتكلم عليه بس. تاني حاجه بقى عبد الواحد السيد كان في مواجهه مع معتز اينو. اللي حصل كالاتي: عبد الواحد السيد بيقول ايه بقى؟ انا لو مكان زيزو نجم الفرقه والجماهير مخلياني رقم واحد ما كنتش هروح الاهلي وكنت هكمل مع الزمالك، خصوصا ان عرض الزمالك المادي ما كانش بعيد عن الاهلي. فمعتز اينو قال له ايه؟ قال له زيزو في الزمالك كان بيلعب في بطولتين دوري وكونفدراليه، في الاهلي تطلعات مختلفه، بيلعب كاس قارات، بيلعب كاس عالم، بيلعب دوري ابطال، بياخد بطولات اكتر. شوف زيزو قعد كام سنه في الزمالك وخد كام بطوله، وشوف واحد زي امام عاشور بقاله سنه ونص في الاهلي شوف خد كام بطوله. فاكيد زيزو فكر في كل ده. واحد اول ماتش ليه مع الاهلي في كاس العالم للانديه قصاد ميسي، لو فضل في الزمالك 10 سنين لحد ما يبطل ما كانش هيلعب ماتش زي ده. عبد الواحد السيد طبعا تنح وقال كلمتين، قال لك لا لا يا اينو ده كلام ما ينفعش. صح طبعا ما ينفعش، يعني انت كده احرجتني، انت كده افهمتني بالمعنى الحرفي. اصل هرد عليك اقول لك ايه؟ مش هينفع. فمعتز اينو قال له ايه؟ خلينا نتكلم بالواقع والورقه والقلم وخلينا واقعيين ونسيبنا من العاطفه. نادي الزمالك نادي كبير وليه كل الاحترام، وانا زعلان وانا بقول الكلام ده، بس نادي الزمالك بقاله 25 سنه مش عارف ياخد دوري ابطال، وبقاله 3 سنين مش عارف مجرد انه يشارك حتى في البطوله. فخلينا نبعد العاطفه. الفوز بدوري الابطال او اللعب في كاس العالم بعيد عليهم، واكيد دي حاجه من الحاجات اللي زيزو كان متطلع ليها. كلام موزون جدا من معتز اينو ردا على كابتن عبد الواحد السيد. وكالعاده يا جماعه الزملكاويه بيطلعوا القنوات علشان الكتمنص، علشان الفلوس. يا زملكاوي اسمع مني، ما تسمعش تريقتي على الزمالك ولا اي حاجه. يا زملكاوي اسمع مني، ابنائك والزملكاويه اللي بيطلعوا على الساحه دلوقتي والاداريين حتى اللي ماسكين هم اساس دمار النادي. اسمع مني، كل اللي بيطلعوا على الشاشات دلوقتي يتكلموا باسم الزمالك في اي برنامج
هم مش عايزين غير انهم ياخدوا الكتمنص والفلوس مش اكتر، فبيطلع يثير الجدل ويهين في ناديك اكتر ويخلي شكلك وحش قدام ناس تانية زي كابتن سيد عبد الحفيظ او معتز اينو مثلا. في الموقف ده بيفضل طبيعي لازم يرد عليه، فبيفضل يقل من نادي الزمالك اكتر. ليه؟ هو عارف ان طلوعه زي كده هيترد عليه في المقابل، وعارف ان هو مش معاه الحجه بتاعته ان هو يقدر يواجه ناس زي دي، ومع ذلك بيطلع. فكر فيها شويه، بيطلع ليه؟ رغم ان هو عارف انه هيتحرج وهيتكسف، هو طالع بس عشان خاطر الفلوس، وعشان خاطر يبقى ترند، وعشان خاطر يلف على القنوات. مش مهم اسم الزمالك يتهان، مش مهم اسم الزمالك يحصل فيه اي حاجه ويتقال عليه اي كلام ويترد عليهم باي كلام من ناس تانية في المقابل او ناس منافسه في المقابل. مهم الفلوس اللي ياخدها في اخر كل حلقه. فركز يا زملكاوي، افضل ركز افضل على ولاد ناديك، هم السبب في دمار ناديك مش حد تاني. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب. السلام عليكم.